بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن 5 رؤى لو شفناهم في المنام إن شاء الله تكون بشرة خير ورزق وفير للرائي اللي شاف الرؤى دي. أول رؤية لو حد حلم إن هو بيصطاد سمك وسمك كبير، أو شايف في البحر لسه سمك والسمك ده هو رايح يصطاده، فده بشرة خير للرائي إن هو جايله رزق وفير في الطريق بإذن الله. دي أول رؤية بالنسبة لرؤية السمك. ولو سمك مستوي فده بشرة خير للرائي إن هو هيجيله رزق سريع بإذن الله، لأن الأكل المستوي ده بيبقى رزق سريع. تاني رؤية إن شاء الله لو حد شافها في المنام، لو حد حلم بعنقود عنب، العنقود العنب مثلا كبير أو عنقود عنب متجمع مش عنب مفرط، فده بشرة خير إن هو جايله رزق سريع ورزق وفير من أرباح مثلا في مشروع هو كان داخل فيه أو ميراث، فده من المبشرات بالخير. تالت رؤية لو حد حلم بلحمة مستوية أو فراخ مستوية، الفراخ المستوية واللحمة المستوية من المبشرات بالخير إنها فيها رزق واسع ورزق سريع. دي أول حاجة قلنا السمك، تاني حاجة العنب، تالت حاجة اللحمة المستوية والفراخ المستوية. رابع حاجة لو حد حلم بالعصير، العصير من الرؤى برضك اللي فيها مبشرات بالخير وفيها رزق واسع، وأمورها تتيسر للرائي ده لو العصير طعمه حلو وشكله جاي كويس، فده برضك بشرة خير للرائي. خامس حاجة الرمان من الرزق السريع ورزق الوفير، وبرضك من الحاجات اللي هي فيها أرباح سريعة، يعني لأنها مجموعة، يعني كل ما هو مقفول وفيه فصوص أو زي عنقود العنب بيبقى فصوص كبيرة أو فصوص صغيرة، فده بيبقى مال مجموعة. الرمان لأن ما بنفتحه بيبقى فيه فصوص، فده برضك مال مجموع ومال متشال بيبقى كمية، يعني مش مثلا ربحه قليل أو حاجة صغيرة، لا بيبقى أرباح مجموعة، يعني مبلغ جاي مبلغ حلو كويس للرائي. ويا رب كده يكون بشرة خير لكل حد كده بيحلم بالأحلام الجميلة ديت، وربنا ييسر لنا أمورنا يا رب، ويرزقنا رزق واسع من حيث لا ندري ولا نحتسب. ويا رب كده اقدر اكون ببسط لكم المعلومة وتابعوني وما تنسونيش في اللايك والشير.